بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم وحلقة جديدة من قناة احترف اكسل مع ممدوح. النهاردة يا جماعة بنتكلم عن ازاي نحل مشكلة التاريخ في الاكسل. يعني ايه؟ يعني مثلا لو عندي تاريخ زي كده 15/6/2023 وعايز اعمل اكمل باقي التاريخ بتسلسل، سواء يوم او شهر او سنة. بس لما باجي اعمل هنا كده على علامة الزائد دي واعمل سيلكت وانزل تحت، الاقيه بيعمل لي التاريخ بالسنوي، فانا عايزه يمشي بالترتيب 15/6 16/6 الكلام ده كله. طب اعمل ايه في القصه ديت؟ هروح اعمل كده، ارجع تاني كنترول زد، هاجي هنا اعلم على الخانه دي واخش على قائمه داتا، واخش على تكست تو كولوم، واجي على ديليميتد دي واعمل نيكست، معلمش على اي حاجه واعمل نيكست هنا. هاجي هنا على الديت واعلم ديت كده واخليها دي ام واي، واقول له فينيش. هلاقيه عمل لي جاب لي اليوم، الشهر واليوم والسنة، الشهر واليوم والسنة. طب انا عايزها تمشي بالطبيعة بتاعتنا ان انا اكتب يوم شهر سنة. فهاجي على الفورمات سيلز، اخش على فورمات سيلز كده وادخل على قائمة داتا واختار الفورمات اللي انا عايزها، اللي هي مثلا يوم شهر سنة، واقول له اوكي بالظبط كده، واروح نازل سيلكت كده. عليه راح مجمل لي كمل لي ايه، قال لي بالترتيب اهو 15/6 16/6. طب لو انا عايز اخليها بالسنه، بعلم على ال اخر الجدول اللي هي الفل دي، علامه الفل العلامه دي، وبختار منها ايا كان بقى. عايز اخليها بالدي، هي معموله بالدي. عايز اخليها بالمانث، اروح عامل كده اللي هي 15/6 15/7 15/8. لو جيت هنا مثلا خليتها باليرز 15/6/23 24. لو جيت هنا خليتها ويكلي، ويك دايز، يعني في الويك دايز يعني شيل منهم ايام الاجازات، يعني يجيب لي الايام اللي هي فيها عمل، او يشيل فيها ايام الجمعة والسبت مثلا، فيروح جايبها لي كده. يعني هنا 16 17 و18 اجازة. لو جينا 17 و18 6 دول يوم جمعة وسبت يعني. لو جينا هنا بصينا كده، لو جيت كده يونيو، هتلاقي 17 ساتردي و18 ساندي اجازة. بس ده كان موضوع حلقتنا النهاردة. مشكلة بتقابل ناس كتير في موضوع التاريخ، يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش دعم القناة بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وشكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.